اخيرا كده بقى احمد، عايز اعرف بقى نادي الزمالك محتاج مرتضى منصور؟ مش اسالك سؤال، الحلقه كانت عن باسم يوسف؟ لا لا لا. طيب. نادي الزمالك محتاج مرتضى منصور. ما انا قلت لك نادي الزمالك ده عامل زي مصر، وانا طول عمري بقول الكلام ده. نادي الزمالك نادي عنده امكانيات كبيره جدا، خلاص، زي مصر دوله عندها امكانيات كبيره جدا ومش قادره تستغلها، خلاص. يعني النادي الاهلي، انا مش قصدي المعنى الوحش ان هو عامل زي اسرائيل، لا، يعني قصدي معنى ان هو دوله اتعملت من لا شيء. فالنادي الاهلي امكانياته اقل كتير من نادي الزمالك، ولكن قدر يقف على رجله ويعمل نادي الاهلي خلاص بامكانيات اقل من نادي الزمالك. ف بالتالي هو نادي الزمالك هو مصر، خلاص. نادي الزمالك محتاج جدا، مش مرتضى منصور برضه، محتاج كل الناس، خلاص. يعني انا يمكن عندي اولويات، انا بشوف ان مصر اهم الاول وبعدين نادي الزمالك. لكن اذا كان استاذ مرتضى عايز يخش نادي الزمالك، طبعا هو اعتقد ان مرتضى منصور ما خدش فرصته اصلا قبل كده عشان يعني نديله فرصه جديده. وانا متاكد من نجاحه، لان هو من نوع عنده العزيمه دي والاصرار. فبس نادي الزمالك طبعا محتاج مرتضى منصور، بس زي ما قلت لك محتاج لكل الناس، محتاج دكتور كمال درويش، محتاج مستشار جلال ابراهيم، محتاج الناس دي كلها اما تكون في الاداره، خلاص، واما لو استاذ مرتضى هينزل الانتخابات فلازم تحصل مبادره ان الناس دي كلها، واستاذ ممدوح عباس طبعا، كل الناس، واستاذ رؤوف جاسر، يعني ايا كان، وعزمي مجاهد واسماعيل سليم. انا ما اعتقدش ان الناس دي نازله تاني، لان حصل